أعزائي المشاهدين، بنرحب بكم في القناة وعودة جديدة في القناة. هنكلمكم النهاردة في فيديو بسيط جدا عن آخر أخبار المصارعة. إيه هي آخر أخبار المصارعة؟ أول حاجة إن سيس رولينز وكودي رودز ضد رومان رينز والروك في الليلة الأولى من ريسلمانيا، والروك بينضم للبلاد لاين وبينضم لرومان رينز. الخبر التاني إن كودي رودز هيبقى ضد رومان رينز في الليلة التانية من ريسلمانيا. طيب المتأهلين للإليمينيشن تشامبر مين هما؟ درو ماكنتاير وراندي اورتن وكيفن اوينز ولوجان بول وبوبي لاشلي وال اي نايت. دول اللي هيلعبوا في عرض الإليمينيشن تشامبر في استراليا يوم 24 فبراير القادم. دامين بريست هيصرف الشنطة تحقيبة الماني ان ذا بانك في أول عرض رو بعد الرسلمانيا على كودي رودز أو رومان رينز، على الفايز من كودي رودز ورومان رينز. الخبر اللي بعد كده بيقول ان كينا اوميجا اقترب في من العوده ومن الاصابه، وهيكمل في اتحاد الاي اي دبليو. ودولف زيجلر هيروح اتحاد الاي اي دبليو. بعد كده الخبر اللي وراه اللي هو اخر خبر معانا، بيقول ان بروك ليسنر مش هيكمل في اتحاد الدبليو دبليو اي بسبب قضايا الفساد المرفوعه عليه، وانه متورط في فضائح جنسيه وبتاع، ما هو في قضيه فينس ماكمان. فبروك ليستر هيغيب عن المصارعه لفتره طويله. الخبر اللي وراه بيقول ان بارون بريكر جدد عقده مع اتحاد الدبليو دبليو اي، وهيبقى في عرض موجود في عرض سماك داون، هيكون ليه دفعه على حساب جانسر اللي معاه لقب القارات. دي اخر اخبار المصارعه. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات، لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. واسم القناة منوعات مع بولس. والفيديو الجاي هنتكلم عن آخر أخبار الصفقات لبرشلونة، ومين مدرب برشلونة القادم، مين هيبقى مدرب برشلونة، مين اللي هيتباع من برشلونة، مين هيرحل، مين هيجي، ايه الصفقات، تعديل برشلونة، كيف إن ممكن ان برشلونة تنافس الريال على الدوري الموسم القادم. وكيليان امبابي هيروح الريال طبعا، زي ما حضراتكم عرفتوا ان كيليان امبابي خلاص بنسبة 70% هيروح ريال مدريد. وبس. اعزائي المشاهدين، شكرا شكرا شكرا.